السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أم عمر في المطبخ. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم كعب الغزال بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومفهوش أي مجهود خالص ولا تعب في العجن. إن شاء الله هتعمليه وهيبقى معاكي زي الفل حتى لو أول مرة تعجنيه. سهل وبسيط جدا، بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. ومعايا هنا نص كوباية مية دافية لان الجو بدأ يبرد، ومعايا دول معلقتين من السكر علشان نعمل بس اختبار للخميرة معانا. وده معايا باكت من الخميرة وزنه 15 جرام. ندوب السكر بالخميرة كويس ونركنها على جنب. نيجي بقى هنا معايا المواد الجافة، ده كيلو من دقيق سايب متعدد الاستخدامات. نحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا معلقة صغيرة ممسوحة من الملح يعني حوالي 5 جرام. نقلب كله ده مع بعضه كويس، نقلب المواد الجافة كويس بحيث ان احنا نتأكد ان الملح والبيكنج باودر اتوزع كله في الدقيق. نجيب بقى الحاجة الواسعة اللي هنعجن فيها. حطيت الدقيق. نجيب بقى معايا دول كوبايتين من المادة الدهنية، دي زبدة على زيت، بس انا حطيتهم على بعضهم علشان الزبدة بتبقى جامدة فسيحتهم. انا ما سخنتهمش، دوبك بس الزبدة فكت معايا وكنت حاطه عليها الزيت، وده المعيار بتاعها المظبوط. الكوبايه معيارها لو هتوزنيها بالميزان 200 ملي، يعني كيلو دقيق واخد 400 ملي من الماده الدهنيه. نبس بقى العجين بالسمنه كويس كده. الدقيق كل ما تبسي فيه على ايدك كده هيطلع معاكي ناعم جدا، لغايه ما تتاكدي ان الدقيق كله بقى مغلف بالماده الدهنيه. وممكن بدل الزبده تحطي سمنه على زيت. هنا بقى حطيت الخميرة بتاعتنا ما شاء الله عليها، كانت نشطة معايا. وحطيت دي اول كوباية بقى، حطيت كده كوباية ونص من المية. احنا مش هنعجن، ما تعجنيش، يا دوبك بس طراطيف صوابعك كده لمي العجين جوه السمنة، علشان لو عجنتي هيعمل معاكي عرق واحنا مش عايزين فيه عرق خالص. بصي، عايزين نمسك العجين اول ما نشدها كده تتقطع معاكي بكل سهولة كده. خلاص يعني ما خدتش معايا وقت خالص في العجين، فهتبقى سهلة عليكي خالص لو اول مرة هتعجني. هنا بقى جبت العجوة، دي عجوة بلدي. لو عايزة تجيبي اللي هي العجوة القوالب اللي بتبقى عند العطار او في السوبر ماركت، لو لقيتيها ناشفة معاكي حطي عليها معلقة سمنة بلدي. ولو عايزة تزودي شوية سمسم مفيش اي مشكلة، اعجنيها كويس هتلاقيها طرية معاكي. انا هنا فتحت كيسين من التلاجة، حطيت كيس من تحت وحطيت العجوة وحطيت كيس فوقها تاني وفردتها وخليتها مربعة معايا بالشكل ده. هنا ما شاء الله الخميرة ما خدش معايا وقت خالص العجين، ولقيتها اختمرت معايا. الحتة اللي تقطعيها هتفرديها خرجي منها التخمير خالص، يعني ما تخليش فيها اي خمر. عملتها على قد العجوة بالشكل ده. نجيب بقى العجوة بتاعتنا، العجوة رفيعة خالص، نحطها على العجين زي ما انتم شايفين كده، ونضغط عليها ضغط خفيف. بكل سهولة هتحشي الكيس وسهلة جدا ومفيهاش اي تعقيدات. ناخدها بقى نعملها رول بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا قربت الكاميرا. انا العجينة معايا كبيرة فمش هينفع لفها كلها، هتبقى القطعة تخينة جدا، فانا لفيت بس النص واقطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهي، بقت معايا رول. اهم حاجة بقى هنا نقفل العجين على بعضيه في الطرف كده علشان العجوة ما تتحرقش معاكي في الفرن وما تفتحش معاكي. ونبرمها بس برمة خفيفة كده، وقطعي بالسكينة وروحي وتعالي بالسكينة، ما تنزليش بالسكينة مرة واحدة، لا روحي وتعالي زي ما انت شايفة بعمل كده. كانت بسم الله ما شاء الله عليها. شوفوا النتيجة في الاخر اهي. نجيب بقى الصينية. بحب اخبز في الصواني الألمونيا علشان الصينية الألمونيا بتوزع الحرارة كويس جدا، احلى حاجة تسوي فيها. نحطه بالشكل ده ونكمل الكمية التانية، نعملها رول برضو. حاجة ببيتك نظيفة واحسن من ان انت تشتريها من بره، واوفر بكتير. الحاجة دلوقتي بقت اسعارها نار، فاعمليها ببيتك. ولادك ياخدوها معاهم المدرسة،
مع كوباية شاي بلبن كده الصبح، وبألف هنا وشوف على قلوبكم يا رب. هقطع التانية برضو بالشكل ده، ودي هنا برضو. انا مسرعة بس الفيديو معاكم علشان ما يطولش. نقطعها برضو بالشكل ده ونقفلها برضو. ويا ريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد باذن الله. احنا كمان عجناها بميه. القراقيش او كعب الغزال لو عجنتيه بميه هيطلع ناشف معاكي ومقرمش وحلو جدا، احسن من ان انت تعجنيه بلبن. اللبن بيخلي العجين طري، فانت الاحسن اعجنيه بميه. اهو اقتصادي جدا جدا، مش لا لبن ولا بيض، وسهل وبسيط جدا، وعمايله مفيش اسهل منها، ومفهوش عجن. يعني احنا مش بنعجن، احنا يدوبك بنلم بس ايه الدقيق في السمنه كده مع شويه ميه، ما نعجنش عشان ما يعملش معاكي عرق. لو عمل معاكي عرق هيبقى عامل زي القرص الطريه، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزينه لما ينشف تلاقيه ناعم معاكي وبيقرمش. هنا بعد ده اول صاج عملته بعد ما خمر معايا، مش هندهنه اي حاجه. ناخده بقى ندخله الفرن. انا كنت مشغله الفرن على اعلى درجه، الشبكه في النص، حطيت الصينيه، بدأ ياخد معايا لون اهو. مشغله الشوايه والبلاطه، بدأ ياخد معايا لون. بندور الصينيه على طول، شوفوا ما شاء الله عليه. بدور الصينيه على طول عشان ما ياخدش لون من جنب وجنب، لا، فالتسويه بتاعته ما شاء الله عليها. وهنا الكميه بعد ما خلصتها وبردت معايا، ده غير اللي الولاد خدوه بالهنا والشفا. الكيلو ما شاء الله عمل معايا شويه حلوين وناعم جدا جدا. شوفوا مش مستحمل، وكل ما هيقعد هتلاقيه نشف معاكي، يعني برد معاكي، وهتلاقيه ناعم اكتر. يعني هو ده لسه برضو طري، يعني يعتبر طري برضو، لسه معمول في نفس اليوم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.